يا مساء الفل والجمال على كل متابعينا. النهارده عندنا اخبار ناريه ومن العيار التقيل، وايه موضوع سامي قمصان وغضبه في النادي الاهلي، وكمان غضب زيزو لاعب نادي الزمالك، وعندنا مفاجاه جدا في مباراه سيراميكا كيلوباترا. في البدايه بعد اذنك اعمل لايك للفيديو واشترك في القناه وفعل جرس الاشعارات علشان يوصلك كل جديد. زي كل مره النادي الاهلي بيفاجئنا بتشكيله في مباراته امام نادي الزمالك، واللي اتفاجئنا بتشكيله كبيره وحاجه تحس ان النادي الاهلي نازل هيخلص. وفجاه كده نلاقي ان النادي الاهلي يسجل هدف اكرم توفيق من ركله ضربه جزاء، وبعد كده ناصر المنسي خلص الموضوع بالتعادل. الموضوع انتهى لركلات الترجيح، وطبعا يحيى عطية الله في اول ركله ترجيح يشوطها في النادي الاهلي ضيعها، وطاهر بعديه ضيعها، فضاع امل كل الاهلاويه في كاس السوبر الافريقي. لكن ما عندناش اي شك بان مش عايزين نضيع كاس السوبر المصري، واحنا ضيعنا بطوله فاضل 2، كاس السوبر المصري وكاس اللي هنلعبه امام العين الاماراتي. فكل المشكله بقى ان مارسيل كولر ركز الوقت اللي جاي هو وقتك انت اللي تقدر تشوف اخطاء مباراه نادي الزمالك وتصلحها في مباراه سيراميكا كيلوباترا. وعلى فكره نادي سيراميكا كيلوباترا مش نادي ضعيف خالص، بالعكس ده نادي سيراميكا كيلوباترا يمكن اقوى من نادي الزمالك، لان الحظ وعدم التوفيق بالنسبه للنادي الاهلي خدم نادي الزمالك واخد بطوله على الجاهز. فنادي سيراميكا كيلوباترا نادي كويس جدا. الصفقات اللي اتعملت الموسم ده طبعا صفقات كويسه برضه وتقدر توقفه على رجليه. المشكله بقى والاكبر من ده كله الاعلام الفاسد. الاعلام اللي طلع واتكلم وقال ان كابتن امام عاشور في غضب كده من جماهير النادي الاهلي واداره النادي الاهلي على مستوى امام عاشور المتراجع، والكلام ده مفيش منه اصلا، كل الكلام ده فيك. زي الكلام اللي طلع برضه على كابتن محمد رمضان اللي لسه ماسك مدير الرياضه في النادي الاهلي، قالوا لك لا ده سامي قمصان عامل مشكله وارتباك وضجيج في النادي الاهلي وسامي قمصان عايز يرحل. ايه الكلام ده كله؟ وحطوا يعني سموه مش مدير الكوره، سموه مدير الرياضه علشان ما يحتكش بمارسيل كولر نهائيا. طبعا سامي قمصان طلع وقال ان الكلام ده لا صحه له. انا ما فيش اي مشاكل بيني وبين النادي الاهلي، ومفيش اي مشاكل بيني وبين محمد رمضان راجل مدير كوره، وقال ان انا هسافر وهعمل وهكتشف مواهب جديده وهظبط النادي الاهلي في كام حاجه كده. فالراجل كل الشكر والتقدير على الحماس اللي هو جاي بيه، فانا ما عنديش اي مشاكل من ناحيه محمد رمضان. فالناس اللي بتطلع بقى وتطلع تتكلم وتقول لك لا هو النادي الاهلي في مشاكل، النادي الاهلي في ضغوط، النادي الاهلي مش عارف ايه، مفيش منه الكلام ده صدقوني. هو الاعلام مجرد بس دقيق. اقول لكم برضو على الاعلام عمل ايه تاني. قال ان مارسيل كولر بيحاول هو ومحمد رمضان انهم يرجعوا اليو ديانج ومحمد عبد القادر. ليه طيب؟ بسبب تراجع مستوى امام عاشور. وبيقول لك ليه فرطنا في محمد عبد القادر واحنا محتاجينه، وامام عاشور مستواه ابتدى يتراجع وبشكل كبير جدا وملحوظ في كل المباريات. يعني اول مباراه تحس ان امام عاشور كان عامل زي الجمره الملتهبه، وبعد كده ابتدى المستوى يتراجع لحد ما ابتدينا مش هنشوف امام عاشور في الملعب، او مش هيكون بالفعاليه اللي كان لسه جاي بيها النادي الاهلي. بصراحه الكلام اللي اتقال ده كله غير صحيح بالمره، وانتوا طبعا عارفين ان الاعلام بيحاول يفبرك، وده عايز يطلع وده عايز يتشهر وده مش عارف عايز وكله بيكون على حساب النادي الاهلي. وكل اللي قال ان الاهلي اصدر قرارات الكلام ده مفيش منه، لان الاهلي اول يوم هيرجع فيه للتمرين هو بكره. فازاي الاهلي يصدر قرارات وهو مش موجودين اصلا؟ كل واحد عنده اجازه، الاهلي في اجازه. طيب مباراه الاهلي وسيراميكا كيلوباترا هتكون يوم 20 اكتوبر 20 الجاري، يعني بالظبط كده بعد 17 يوم. النادي الاهلي تقدروا تقولوا ان هو يستعد من دلوقتي للمباراه دي. كمان كنا عايزين نشوف اشرف داري في المباراه بتاعت نادي الزمالك، ولكن قدر الله وما شاء فعل. نروح بقى للنادي الاهلي ومشكله الكبيره جدا الموجوده دلوقتي، رحيل بعض اللاعبين واسماء لعيبه هترحل. وكمان طلعوا اتكلموا عن كابتن زيزو وقالوا ان زيزو
هيرحل من نادي الزمالك ومش هيجدد، وفي احتماليه انه يكون في النادي الاهلي. الكلام ده مفيش منه اصلا ولا صحه له نهائيا. زيزو جدد للزمالك لمده موسمين، والاهلي عمره ما هيفكر انه يجيب زيزو النادي الاهلي. طبعا مش هنقول انها مستحيله، ولكن الاهلي مش بيفكر في اي لاعب من نادي الزمالك. فعايز بس الناس تهدى شويه، ومش كل خبر نشوفه نجري وراه وننزله الا لما نتاكد منه، لانك انت مسؤول عن الكلام ده قدام ربنا، لانك بتنشر اخبار مش صحيحه. عشان ما اطولش عليكم في الفيديو ده اكتر من كده، ما تنسوش لايك الفيديو، اشتراك في القناه، تفعيل جرس الاشعارات. شكرا جدا لحسن المتابعه، والى اللقاء في فيديو اخر.